وعلى التنقيب عنها. بعض الأجهزة الأمنية للأسف ربما يعني كانت مجبرة بشكل أو بآخر. كانت الآثار عندما يتم ضبطها أحيانا كان يتم استبدالها ببعض التماثيل المقلدة اللي هي بيسموها الأوشبتي أو بعض الحاجات اللي هي حضرتك الأوشبتي تماثيل حقيقية. لا يعني أنا أعرف في المفهوم الصحفي إن الأوشبتي اللي هي التماثيل المقلدة اللي هي بتاع في الحسين. لا حضرتك معلش لما نرجع المفهوم الصحفي بقى هو المفهوم الأثري. خلاص. بعد الثورة أين يعني مش فيه تحقيقات بقى والنظام خلاص إن انتهى؟ فين التحقيقات؟ المسألة تحتاج إلى وقت طويل. يعني ما زال نهب الآثار مستمرا، ما زالت هناك عصابات متخصصة. بعض المشاهدين ممكن يتصور يقول لك طب ما هم معظم الرموز موجودين دلوقتي مشرفين في السجون، طب يعني هذه القضية ونهب الآثار بعد الثورة ليه هذه القضايا يعني ما تمش الفصل فيها والتحقيق فيها؟ هو الحقيقة أن سرقة الآثار هي عمل ممنهج وعمل منظم، ومش القائمين عليها بس هم مش هم بس الموجودين في السجون، إنما هي يعني للأسف حتى أصبحت ثقافة خاطئة، ان اصبح كل شيء يستباح في الدولة خاصة الكنوز الاثرية. ومن هنا نشأت وارتفع معدل سرقات الاثار سواء من جبانات اثرية او من خلال اكتشافات ومن خلال يعني للأسف بيسموها عمليات ايه بيعملوا يعني عمليات استكشاف. يعني حتى بعض العصابات بتستعين بمتخصصين احيانا تعمل عمليات استكشاف بحيث ان هي تتوصل الى الأماكن الأثرية ربما قبل أن يصل إليها المتخصصون. هذه المشكلة يعني هذه المشكلة دكاترة يعني إيه علاقتها بالوعي الأثري طالما الناس في أعلى المستويات الثقافية والوعي وهذه الدراية في موضوع الآثار ومتخصصة ومسؤولة عن الآثار وفي مواقع سياسية كبيرة وحساسة، إيه علاقة ده كله بالوعي الأثري؟ أنا في الحقيقة أخذ برضو من كلام الدكتور محمود كلمة جميلة جدا قالها، إن المواطن المصري للأسف في بعض أو كثير من الشعب المصري الذي ظل لفترات طويلة يحارب الفقر والجوع والمرض، كيف سيهتم بالآثار وكيف سيحافظ عليها؟ عندما قال الدكتور محمود الآن قيمة الأثر، إذا عرفت قيمة الأثر ستذهب لتشاهده، لأن دائما وأبدا يعني كما أقول إذا عرفت قيمة الشيء تذهب لتشاهده أو تقتنيه. بنتكلم في قضية هم عارفين قيمته فبيتاجروا فيه وبيهربوه، احنا بنتكلم في الموضوع ده. هم لا يعرفوا قيمته، لو عرفوا قيمته لحافظوا عليه ولو سلموه لوزارة الآثار. يعني دكتوراه في الآثار ووزراء وكده. نعم أنا أقول لحضرتك هم يكسبون مكاسب مادية كبيرة جدا ومربحة جدا، يعني أكثر من مكاسب تجارة السلاح والمخدرات، لكن في الحقيقة لا ينظرون أسفل قدمين. الأجيال القادمة والجيل القادم تبقى عشرات الملايين أو مئات الملايين. نعم لكن ماذا يقولون للأجيال القادمة؟ ستلعنوا للأجيال القادمة لم نحافظ على هذا التراث، لم نحافظ على آثار مصر العظيمة التي يجب أن تؤخذ كل الإجراءات وتتكاتف كل الجهات المسؤولة للحفاظ على هذا التراث، وخاصة بعد الثورة أو خلال الثورة. يعني للأسف خلال الثورة لا ننكر أن هناك كان انفلات أمني ولا زال موجود إلى حد ما، ولكن الأمن بدأ يسير في مسار صحيح ونتمنى أن يتقدم أكثر من ذلك. تعرضت آثار كثيرة في مصر لعمليات نهب وسرقة ونبش ومحاولة حفر التربة واستخراج بعض القطع الأثرية وبيعها. قبل الثورة ولا أثناء الثورة؟ أثناء الثورة كان هناك غياب أمني كبير جدا. قبل الثورة؟ قبل الثورة معروف القصة أن مافيا تجار آثار سواء كانت مافيا داخلية أو خارجية ومعروف. يعني ايه الفرق ما بين صورة النهب والتنقيب والتهريب ما بين أثناء الثورة وقبل الثورة؟ أثناء الثورة حضرتك أصبحت عشوائية، وأصبح ليس هناك رادع أو وازع لأي شخص يحاول أن يقوم ولن يحاسبه أحد، فأصبحت بكثرة. ولولا أن يعني الشعب المصري الأصيل لا يزال الشعب المصري يتميز بعمق حضارته وأصالته، ونذكر موقف عندما قاموا بعمل طوق بشري حول المتحف المصري لحمايته من اللصوص ومن يحاول أن يقذف فوق السور، ولا نستطيع أن ننكر أن الشعب المصري قام بحماية الآثار بجسده وبروحه، لكن أيضا هناك كثير من الخارجين عن القانون. أنا أريد أيضا أرجع لموضوع قيمة الأثر. هذه القيمة لا يمكن أن يعرفها الشعب المصري بين يوم وليلة. هذه القيمة يجب أن يعرفها من خلال
وزارة التربية والتعليم، وهي عليها دور مهم جدا. واحنا يعني علماءنا واساتذتنا كثيرا ما قالوا يجب ان تحوي المناهج التعليمية على شيء او مادة عن التراث المصري. مصر الدولة الوحيدة التي تملك مثل هذا الكم من الآثار، كيف لا يكون في السنوات الدراسية خاصة في التعليم الابتدائي؟ يعني التعليم الابتدائي او التعليم الاساسي مهم جدا ان التلميذ عندما يعرف شيء عن الاثر بتاعته ومعلومات اثريه سيعرف قيمه هذا الاثر، وعندما يعرف قيمته ويكبر ويصبح في الجامعه يتاجر فيه بقى طالما عارف قيمته. لن يتاجر فيه ابدا، لانه عارف قيمته الحقيقيه. هذه قيمه ماديه، اما قيمته الحقيقيه التي تمثل قيمه معنويه وقيمه تاريخيه وقيمه تراثيه. هناك بعض الدول تحاول ان تشتري تراث وحضاره ولا تستطيع. مصر تمتلك هذا التراث الكبير. ايضا استطيع ان اقول ان هناك ايضا يجب ان تتكاتف وزاره الثقافه. يجب ان يكون لقصور الثقافه المنتشره في ربوع مصر ومحافظات مصر يجب ان يكون لها دور، كأن تؤلف بعض الروايات او القصص او المسرحيات وتنصب على موضوعات اثريه، ويجب ان يعرضها في المدن والنجوع والقرى بجوار الاثار. يعني واذا دعي له كل هذه الادوار سواء من وزاره التربيه والتعليم او وزاره الثقافه ووزاره والاعلاميين، وكل هذه الادوار يتم يعني يقوموا بها. سنبدا ايه اللي هيحصل فيما يتعلق بقضيه التهريب ونهب الاثار؟ نعم. اقول لحضرتك ستظل قائمه لا بالطبع لا، ستقل كثيرا جدا. لا شك ان الخارجين على القانون موجودين في كل زمان ومكان، في حتى الدول المتحضره والمتقدمه يوجد بها خارجين على القانون، ولكن استطيع ان اقول عندما زرعت بذره، هذه البذره زرعتها في وجدان الطالب وهو صغير. ما يزرع في وجدان الطالب وهو صغير لا يمكن نزعه ابدا بحب الاثر. لماذا لا يكون هناك مثلا درجه اعمال سنه على زيارات او رحلات لمواقع اثريه وتتم، وان لم يتم الطالب او يذهب يحرم من هذه الدرجه. سيذهب الطالب، ستذهب المدرسه الفلانيه يوم فلاني الى ال الى الى ال الى ال الاثر الفلاني يوم الجمعه القادمه، وتصبح رحله جميله ويتعاون فيها طبعا وزاره الدوله لشؤون الاثار بان يكون هناك بعضا من الزملاء الاثريين ليقوموا بشرح والتوضيح والتشويق لاطفالنا ثم لتلاميذنا في الثانويه، ثم ذلك عندما يصبح في الجامعه قد اخذ الكم الوافي الذي يستطيع من خلاله ان يذهب هو بنفسه، لانه اشتاق الى هذا المكان وعرف قيمته المعنويه المهمه جدا. ايضا استطيع ان اقول ايضا وهذا مهم جدا من وجهه نظري، الوقت الراحل. هذا العمل سيحتاج منا الى سنين طويله او سنين طويله لرفع المستوى الوعي. اما الان فهناك عبء يجب ان تقوم به وزاره الداخليه في عمل حراسه 24 ساعه، وهي فعلا عملت حراسه 24 ساعه على جميع المواقع الاثريه المفتوحه او المتاحف او المخازن. وساهمت وزاره الدوله لشؤون الاثار بقدر كبير في الحفاظ على هذا التراث، بانها قامت بتعيين عديد من المشرفين الامن وحراس الامن على مدار ال 24 ساعه. نحتاج الى كثير من الدوريات، هذه الدوريات تمر على المواقع الاثريه وتكون خلال ساعات الليل والنهار متواجده ولو بالمر. هذا يشعر المواطن الذي يحاول او تسول له نفسه ان يقوم بالتعدي على الاثار ان رجال الامن متواجدين، وبالتالي لن يستطيع باي حال من الاحوال ان يسرق اثر او يتعدى على الاثر او يقوم بالحفر للعثور على اثر. دكتور محمود، شايف من بدري ليك سؤال او تعقيب؟ والله هو في كتير، بس طبعا هو الوقت ربما يعني لا يسعفنا بالشكل الكافي، انما في جوانب كتير. يعني هي الكلام اللي اشار اليه الدكتور ضاحي طبعا هو كلام جميل، انما الحقيقه هذا الكلام ايضا يحملنا على ان احنا نفكر في طرق مثلى ان احنا نحمل المسؤولين عن الاثار انفسهم على ان هم يعني نغرس بجواهم ازاي ان هم يقدروا قيمه الاثار. يعني كما اشرت في البدايه، يمكن المجرم يعلم جيدا القيمه الماديه للاثر كويس، ربما اكثر من هو جالس في المنصب ومن يعني يعمل في مجال الاثار. المشكله الحقيقيه ان برضو يعني معذره السرقه او الآثار التي تختفي والكنوز الأثرية العظيمة اللي هي بتختفي فجأة من الصناديق ومن أماكنها رغم أنها مسجلة في الدفاتر، وعدد كبير منها غير مثبت في دفاتر. مثلا المتحف المصري هتلاقي يعني مليء بالآثار
من مختلف العصور القديمة. لكن مش جميع الآثار الموجودة فيه مثبتة في دفاتر، وبالتالي فإن كثيرا من غير المثبت في الدفاتر يمكن أن يتعرض للسرقة أو يتعرض للإخفاء المفاجئ. وبالتالي هناك أيضا تجاوزات من داخل، يعني خلينا معلش نتكلم بصراحة بدون تجميل، من داخل مجال العاملين بالآثار أنفسهم. هناك أيضا آثار تفقد. يمكن ما فجر هذا الموضوع تقريبا ما حدث في أثناء ثورة يناير من اختفاء أو ما قيل عن سرقة بعض الآثار من المتحف المصري. أيضا اختفاء لوحة بحجم زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل، وما أثير عن أنها ذهبت لحساب فلان أو لحساب دي قبل الثورة دي. يعني كانت قبل الثورة طبعا، وبعد الثورة يعني سواء قبل أو بعد، هي الثقافة اللي هي للأسف اللي هي مجافية أو لا تحافظ على قيمة الأثر ولا تحد ولا يعني تهتم بقيمة الآثار وتقديرها. في فرق ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وإلا إيه قيمة الثورة؟ هو حضرتك يعني هذه الثورة يعني ليست ثورة ثقافية، هي يعني ثورة ربما ثورة على الفساد. على الفساد أطاحت بنظام، لكن هذا النظام لم يختفي تماما لأسباب كثيرة ليس هذا يعني مجالها. إنما المسألة تحتاج إلى سنوات طويلة. نحن في حاجة ملحة إلى ثورة ثقافية شاملة، بحيث أن الناس فعلا تتغير من جواها تغيير حقيقي. لكن هذه الثورة نجحت ربما في بعض الجوانب أو في بعض الزوايا، لكنها لم تنجح في جميع الجوانب. وبالتالي جميع أجهزة الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة مطالبة بأن هي فعلا تعمل على غرس ثقافة تقدير قيمة الآثار، ويعني ازاي تحفز الناس ان هي تعمل على الحفاظ عليها، ازاي انها تكافح عمليات السرقة، ازاي ان هي تشجع المواطنين على ألا يتعاونوا مع الباحثين عن الثراء من خلال الاتجار بالحضارة المصرية. لأن هؤلاء اللصوص سواء كانوا من الخارجين على القانون في داخل منصب له علاقة بالآثار أو في خارج هذا المنصب، لابد أن يدركوا أنهم ولابد أن يقتنع المجتمع عموما أن هؤلاء يسرقون تاريخ مصر. معنى أن احنا نفرط في أثارنا، معنى هذا أننا نفرط في حضارتنا، معنى هذا أننا نغتال تاريخنا. وبالتالي دي مسألة محتاجة إلى وقت طويل جدا، ومحتاجة ربما إلى أكثر من ثورة، مش مجرد ثورة زي ثورة 25 يناير مع احترامنا لقيمتها العظيمة. إنما نحن فعلا في حاجة ماسة إلى عدة ثورات، وخاصة ثورات ثقافية، ثورات اجتماعية لابد أن تشعرنا ولابد أن تحملنا على أن نقدر كل ما له قيمة في المجتمع، سواء كان هذا الشيء أثرا أو كان حجرا أو كان بشرا. هو حضرتك يعني عذر ان الدكتور محمود ذكر المتحف المصري، وبحكم طبعا لا هو في الحقيقة المتحف المصري اولا كل الاثار الموجودة فيه، وانا يعني معظمهم اصدقائي وزملائي واخوة لي يعني واعرفهم جيدا يعني. كل مجموعة من الاثار هي في عهدة مفتش اثر يسمى امين متحف، وبالتالي فقد اي اثر من المتحف المصري سيجلب له طبعا متاعب، وسيجلب له مساءلات قانونية عنيفة وشديدة. بس بقول لك ان في بعض الاثار ما تمش تسجيلها، مش مثبتة بالدفاتر. لا يمكن ان يقبل هو جاب المعلومة دي منين؟ بعض الاثار ما اعرفش. لا هو معلومة هو يسأل عنها، اما انا فمن خلال بعض الاثار مش مثبتة في الدفاتر. حضرتك لا يقبل ذلك ولا يمكن ان يحدث ذلك. لما؟ المتحف المصري وما به ما هو المتحف المصري الذي يأتي له الناس من جميع أنحاء العالم وربوع العالم، هناك عين دائمة عليه. ثانيا، إذا كانت هناك آثار غير مسجلة في هذه الآثار في عهدة من؟ وكيف دخل؟ دي المشكلة بقى. فلا يمكن أن يكون، لا يمكن، مفيش مسؤول عنها، لا يمكن أن يبقى سهل سرقتها. من سيقبل نعم من فضلك، من سيقبل أن تكون هناك آثار غير مسجلة موجودة لديه في المتحف؟ هذه
مسؤولية خطيرة لا يقبل بها أحد. ايه مسؤوليتي هنا؟ لو انا جيت انا في موقع وفي اثار مش مثبته في الدفاتر، مسؤوليتي ايه؟ ده بالعكس، ده انت كده بتدي لي فرصه ذهبيه ان انا بكل شويه اهرب حته من هذه الاثار. انا اقول لحضرتك من خلال علمي، حضرتك لو رحت عملت جرد عند امين مخزن، امين خزنه فيها فلوس، لو لقيت فيها نقص، لا لو لقيت فيه زياده ايه المشكله؟ لو لقيت زياده ياخد جزء برضه. لا لقيت نقص ياخد جزء، ولو لقيت زياده ياخد جزء. هو الامين لما ياخد لما يلاقي زياده هيتصرف في الزياده؟ لا يمكن لا يمكن. من سياتي له بهذه الزياده؟ ولماذا يدخلها المتحف المصري؟ المتحف المصري ما يدخل بداخله يدخل موثق ومسجل، ولا يمكن ان يكون هناك اثار غير مسجله في المتحف المصري او في غيره. دي حقيقه الامر. ولكن استطيع ان اقول الكثير من الامور التي تقال وتذاع على الملأ طبعا هتعمل ايه؟ لكن انا بقول من خلال حكم المهنه ومن خلال حكم معرفتي جيدا ان هذا الامر مستحيل ان يعمل. لكن يمكن ان يسرق المتحف المصري. يقول لك الفلوس مش موجوده في الخزينه، موجوده في مكان جنب الخزينه. لا يمكن ولو في جنب الخزينه، ما دمت في محيط المسؤول عن هذه الخزينه اصبحت في مسؤوليته. فلا يقبل ان باي حال من الاحوال ان يكون هناك اثر غير مسجل موجود في اي متحف. وايضا من سيتحمل مسؤوليته؟ ولماذا يدخلوا المتحف المصري اذا كان معه اثر غير مسجل؟ فليخرجوا من بره زي ما بيقولوا. لكن هذا لا يمنع ان سرقه الاثار موجوده. جميل. لا يمنع ذلك. عايزين بقى فيما تبقى من وقت يعني نتطرق الى الهوايات يعني بعض ذكريات الطفوله والهوايات والانشطه الاخرى بعيدا عن العمل ان وجدت. نبدا بدكتور محمود. والله يعني طبعا الهوايات كتيرة يعني، لكن طبعا يعني اعتقد الوقت ضيق عشان يقدر يستوعبها. انا الحقيقة احب طبعا قراءة القرآن، وايضا يعني احب الابتهالات الدينية، احب ايضا يعني بعض الاغاني المحترمة. ايضا تعلمت يعني عزفا. هو اللي بيقول، انت اللي بتقول كمان؟ طبعا بتسمع. لا صوته جميل جدا. لا اسمع يعني، مش عايز اقول جداً. اقلد، انما يعني احب طبعا ان اقرا القرآن. انا ارتل القرآن الحمد لله بشكل يعني معقول. وايضا اعشق يعني الابتهالات الدينية، وخاصة بصوت النقشبندي زي الشيخ سيد النقشبندي او المرحوم نصر الدين طوبار. يعني يمكن اقول لك حاجة بسيطة كده من الشيخ نصر الدين طوبار، يعني على قد ما اقدر. طبعا انا لسه الحقيقة خارج من نزلة برد، فالعملية مش هتكون يعني متقنة، لكن قدر المستطاع. الشيخ نصر الدين طوبار رحمه الله بيقول ايه: سبحان قد تجلى في تفرده وفي علاه وفي نعم عطاياه سبحانه ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر لنجواه. الله. فطبعا الحقيقة يعني أنا طبعا بعشق الابتهالات وقراءة القرآن وبعض الأغاني المحترمة. لكن يعني طبعا يا ريت ندي الفرصة للدكتور ضاحي عشان ما ناكلش الجو منه أكتر. والله في الحقيقة يعني دلوقتي مشاغل الحياة وصعوباتها ما فيش يعني ممارسة لهواية معينة. لكن أنا كنت حتى يعني لفترة قريبة كنت أمارس لعبة كرة القدم، وكنت أحبها وأعشقها، يعني لا أزال يعني أشاهدها طبعا. وأنا أحب النادي الأهلي، وخاصة النجم الكبير أبو تريكة حبيب قلبي لأنه رجل خلوق. وأتمنى أن يكون جميع رياضي مصر على مثل خلقه وأخلاقه وأدبه وحتى معاملته مع الآخرين. حقيقة هذا الرجل مثلا يحتذى به.
وفي الحقيقة يعني أنا بدأنا بالوعي الأثري، نتكلم عن الوعي الرياضي بقى، وعي الجماهير وحضور المباريات. والله أنا لسه كنت أكلم حضرتك عنها. احنا طبعا في الحقيقة داخلين دلوقتي على بدايات دوري عام إن شاء الله، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويبدأ الدوري العام، لأن في الحقيقة هو متعة ومخرج لجميع شباب مصر الجميل. وهذه المتعة يعني لا نستطيع أن نقول إلا أنها المتعة الأولى في مصر الآن، ويجب على الجمهور المصري أن يلتزم بالتعليم الدين الإسلامي وتعليم الدين المسيحي. يا سيدي الفاضل، إذا أحببت لا تحب كل الحب، وإذا كرهت لا تكره كل الكره. ولذلك وكذا أقول: لو شجعت لا تتعصب كل التعصب، ها؟ ولو كرهت فرقة أخرى لا تشجعها، لا تكرهها كل الكره. ربما يجي ابنك يشجع الفرقة الثانية هتتخانق معاه كل شوية، ما ينفعش. يعني لازم نكون معتدلين. هذا الاعتدال وتلك الوسطية يعني بنختم بها هذا اللقاء المفيد والممتع. تطرقنا إلى موضوعات عديدة. أتوجه بعظيم الامتنان وجزيل الشكر لضيوفنا الدكتور محمود عبد الكريم نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، والدكتور ضاحي شعبان أبو غانم مدير إدارة ترميم الآثار بسوهاج. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المنارة في كل مكان، هذا اللقاء وهذه الحلقة من الصالون العلمي قدمناها لحضراتكم. نشكركم على حسن المتابعة، حتى نلتقي بحضراتكم في موضوعات جديدة وضيوف جدد في صالون علمي جديد. هذه أرق التحيات وإلى اللقاء. سبحان الله، ما أطيب العيش هاهنا. أرض خضراء تمتد بالبصر امتداد الحياة، وسماء زرقاء صافية صفاء القلب الرحب الصافي من الكراهة أو البغضاء. سماء لا يشوبها إلا بعض غيمة تحمل الخير والنماء، تساقط مطرا مسبحا بحمد الخالق، فالق الحب والنوى، واهب الحبة السمراء قدرة تخشع لها الصخرة الصماء، كأنها تقول للمؤمن الفرد: لا تخف ولا تستهن بقوة إيمانك إن كنت مؤمنا حقا.